يمكن أن يشرع الله سبحانه وتعالى شعيرة دينية قربانا له؟ هل يمكن أن يفرض الله قربانا على الناس يبيعون فيه أتات المنزل أو يقترضون أو يتدبرون المال بأي طريقة؟ هل يقبل الله هذا؟ هل يمكن أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذا الشرع الذي يقهر الناس، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، والله أقوى وأعظم وأكبر من أن يفرض على الناس قربانا له، بهيمة يذبحونها قربانا له وهم يتكلفون فيها ويقهرون ويقترضون ويبيعون أتات المنزل. ولذلك نقول: استخدموا العقل والمنطق جزاكم الله خيرا لتفهموا الدين. ساخن حول شعيرة عيد الأضحى وأن الله يقبلها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يقولها للناس، ومع ذلك فيعني وتحمى الناس كلهم يتحمسون لعيد الأضحى وكأنهم سيقدمون عبادة ضخمة، بل ليس عبادة. عيد الأضحى ليس عبادة. سمعتم أيها الأفاضل هذا المخلوق كيف يصنع بدين الله عز وجل، ولا يعرف كتابا ولا سنة ولا تأصيل ولا تفصيل ولا فقه ولا شريعة ولا له علاقة بهذا العلم العظيم، وإنما هو مدع، وادعاؤه فضحه من ذي قبل، والآن انكشف أكثر وانفضح أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا يعجبني وكلام عظيم جدا من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي لفظ فافعل ما شئت. قضية الحياء. الإنسان إذا لم يستحي يفضح نفسه ولا يدري، وهذه المشكلة. إذن هذا الإنسان اسمعوا ماذا يقول. يقول: الأضحية ليست عبادة، بل ليست مشروعة، بل لا وجود لها، وإنما يقول هي في الحج وفي النسك. أما لغير الحاج والناس هكذا يشترون الأضحية، هذا غير موجود. بل يقول بعقله: لا يمكن أن يكلفنا الله تبارك وتعالى بشيء لا نطيقه. ومن قال لك يا فايد أن الله تبارك وتعالى يكلفنا بشيء لا نطيقه؟ إذن على هذا العقل الفاسد الذي عند هذا الفايد أن كل شيء نبطله بهذا الفهم. حتى الصلاة لا نطيقها نتركها، حتى الصيام لا نطيقه نتركه، حتى الحاج، حتى الزكاة، كل ذلك أننا لا نطيقها نتركها. ولكن الشريعة جاءت بهذا التيسير. الله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رب سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن الصلاة إذا لم تستطع قائما فجالسا، فعلى جنبك، إلى غير ذلك ما تستطيع. الصيام فعدة من أيام أخر. الزكاة ما عندك نصيب لا شيء عليك. الحاج عندك عدم الاستطاعة، لا المادية ولا البدن، لا شيء عليك. هذا هو ديننا. لكن نأتي إلى الأضحية حتى هي تدخل تحت هذا الأصل العام، أن الإنسان إذا لم يستطع أن ينحر أو أن يضحي فلا شيء عليه، فهو معذور بفضل الله تبارك وتعالى. لكن من استطاع فهي شعيرة عظيمة جاء بها القرآن والسنة. هو يقول هذا للحجاج. لا، الحجاج لا تشرع في حقهم الأضحية في أصح أو في أشهر قولي العلماء. المالكية مثلا يقولون الحاج لا أضحية له، ليس لكونه مسافرا وإنما لكونه حاجا. المالكية مثلا يقولوا الأضحية لا تشرع في حق الحاج لأنه حاج. وكذلك إجماع أهل العلم، نقل إجماع ابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم، ابن عبد البر الصنعاني، كلهم نقلوا إجماع على مشروعية الأضحية لغير الحاج. والناس تضحون بالإبل
وبالبقر وبالغنم وبالماعز من بهيمة الأنعام تشرع الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند غيرهم. أهل العلم عند الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة إلى غير ذلك عندهم سنة مؤكدة. الحنفية وغيرهم قالوا بالوجوب، أي بوجوبيتها، أي واجبة. إذن انظر، هذا شرع الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى تكلم عن هذا في القرآن، وتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد: إن أول ما نبدأ به في هذا اليوم نصلي ثم نعود فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. الأضحية وهذه الشعيرة العظيمة فيها نصوص كثيرة وفيها أجر كبير فائد يبطلها، ويقول بأنها ليست مشروعة وليست عبادة، بل هو قال بأن الصلاة ليست عبادة، فكيف بالأضحية؟ ويخلط المسكين لتعلموا جهل هذا الإنسان. يقول العيد ليست مشروعة، هو يتكلم عن الأضحية، ولكن هو يريد الأضحية ومقصوده الأضحية، لكن يتكلم بلفظه وبلسانه عن العيد. فرق كبير بين العيد وبين الأضحية. العيد شيء آخر برمته، بما فيه من الخروج والمصليات والصلاة وغير أجواء العيد كبيرة، والأضحية جزء من أعمال هذا العيد، ولا يفرق المسكين بين الأصل وبين الجزئي، وبين الأصل وبين الفرعي. العيد أصل، الأضحية فرع، ولهذا هو لا يفرق، هو يقصد الأضحية ولكنه يتكلم على العيد، يقول العيد غير مشروع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هذا الجهل. والأضحية أيها الأفاضل لا تجب في حق الحج، وإنما تجب عليه أن يقوم بتوكيل من يذبح عنه في بلده، خاصة إذا كان أهله في بلده، أن يوكل من يذبح له عن أهله في بلده ويضحي في بلده. أما الحج عليه الهدي إلا من حج بالإفراد. هذا التفصيل جميل بالنسبة لهذه القضية، لكن أن لفايد أن يعرف هذه الأسرار وهذا التدقيق وهذا البيان. هو إنسان جاهل للأسف الشديد واعتدى على الشريعة، لكن هيهات 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 من يريد أن يمس هذا الدين. الله تبارك وتعالى جعل بفضله لهذا الدين حراسا وحماة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. ولهذا واهم كل الوهم من يزعم أنه يريد أن يقول شيئا في هذا الدين ويجد المجال سهلا مسموحا. هذا من الحمق بمكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لهذه الأضحية، وأن يجعلني وإياكم من المضحين، وأن يكتب لنا ولكم تيسيرها وأجرها وبركتها، لأنه الكريم سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من أهل التقوى والصلاح والفلاح يا رب العالمين. وأخيرا أيها الأفاضل، لا تغفلوا تجارتنا الصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10.